يلا تعالوا معايا النهارده هعمل معاكم الوجبه دي. تعالوا نشوفوا هنعملها ازاي. هنعمل سمك هامور وهنعمل سبيت بطريقه جميله جدا، وكمان بتركايه جديده. تعالوا معايا النهارده هنعمل مع بعض سمك كنعان متقطع جزل اهو، وعندنا سبيت برضو متنضف ومحطوط في قلب خل وملح، وبرضو السمك نفس الشيء. وعندي هنا زي ما انتم شايفين كده بدنجان وفلفل وبطاطس. همسكهم برضو اغسلهم واقشرهم واجهزهم. وعندي بقى الجديد اللي احنا هنقليه بايه، بالدقيق السميد. دي التركايه الجديده. تعالوا بصوا كده معايا، انا جهزت كل حاجه اهي، وجهزت جنبي برضو البهارات والدنيا كلها. هنبدأ بقى ايه، نعمل السمك معانا. حطيت مقلايه على النار وحطيت فيها زيت، وهنبدأ نقلي مع بعض. مقلايه تانية وحطيت برضو فيها زيت عشان خاطر نقلي البدنجان والفلفل في مقلايه، ونقلي السمك في مقلايه تانية. حطيت البطاطس تتقلى، مقلايه تانية وحطيت البدنجان يتقلى. حطيت حله على النار وقطعت بصله وحطيتها فيها، وهفضل اقلب فيهم لغايه ما يتحمروا. وغسله عندي كوبايه رز، كوبايه واحده بس على قد نفر هعملها عشان تبقى جنب السمك. عندي السميد في قلب كيس، هبدا احط فيه السبيت عشان نقليه. حطيته السبيت في قلب المقلايه اهو بعد ما حطيته في السميد. وعندي الرز اهو كمان حطيت عليه الميه، واستنونا. تعالوا بصوا معايا كده، كمان السمك اهو حطيته في قلب السميد الناعم وبدات اقليه، وان شاء الله باذن الله بوريكم الوجبه بقى كلها على بعضها. يلا تعالوا معايا كده شوفوا الوجبه بتاعتنا بعد ما خلصت. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. السبيت طلع رهيب والسمك، وقلت برضو الفلفل والبدنجان، فلفل الالوان، والرز الصياديه، والبطاطس المحمره. يلا تعالوا بقى اتفضلوا معانا.